كل دار كتكون عندها واحد الحكاية، لكن حكاية الدار ديال عمي عبد الكريم كانت مختلفة بزاف. وسط واحد القرية اللي صغيرة في جنوب المغرب كان واحد الدار اللي قديمة بزاف، ولكن الناس كيجربوا حتى يقربوا منها. هاد الدار كانوا الناس كيسموها الدار الملعونة. علاش؟ لان الكل كان كيقول بلي شي حاجة اللي خايبة كتعيش وسط من هذيك الدار. وهاد القصة وقعت لواحد الشاب سميتو سعيد اللي كان عايش في هذيك الدار مع العائلة ديالو. زهير كان عايش حياة اللي عادية بزاف مع والديه وخوته، حتى واحد النهار كيقرر ينتقل لواحد الغرفة اللي كانت هذيك الغرفة مهجورة. الغرفة كانت كبيرة بزاف، ولكن ما كان حد كيبقى فيها بزاف. كلشي اللي كيدخل ليها ما كيفوتش فيها ساعة ساعتين حتى كيخرج من هذيك الغرفة، وكل واحد كيدخل لها كان كيحس بشي حاجة ماشي طبيعية. سعيد كان كيعتقد بلي هادشي كامل غير خرافات وما كاينش شي حاجة اللي حقيقية. في ديك الليلة اللي قرر سعيد يباش في هذاك البيت اللي كاين، بدات الأمور. أول ليلة ديالو في الغرفة كانت هادئة، ما كان حتى شي حاجة اللي غريبة، ولكن بالضبط مع الجوج ديال الليل كلشي بدا كيتغير. ملي نعس سعيد في ديك الليلة بدا كيحلم بواحد الكوابيس اللي غريبة بزاف. كان كيشوف الناس مجهولين داخلين الغرف وكيتمشاو حول السرير ديالو وكيشوشوا بأصوات اللي مرشبة بزاف. كل مرة كيتفكرون كيقول هادشي كامل غير حلم وما جاب الواقع، ولكن كلشي كان كيحس بيه انه كيطرى معاه بالواقع وماشي غير. وبالضبط مع 3 ديال الليل سعيد كان جالس وسط الغرفة كيقرا واحد الكتاب، سمع واحد الصوت اللي خافت جاي بالضبط من الفوق، بحال اللي شي حد كيتحرك فوق السطح ديال الدار. ناض سعيد باش يتاكد من هذاك الصوت، ولكن ما لقى حتى شي حاجه. رجع بحالو لبلاصتو، ولكن ملي دور راسو للجهه الاخرى شاف واحد الضوء اللي واقف قدام الباب. هذاك الضوء كان طويل بزاف والملامح ديالو ما واضحاش بزاف، بدا كيقرب منه. سعيد تحرك بواحد السرعه باش يخرج من هذيك الغرفه، ولكن الباب كان مسدود. بالعنب ان سعيد باش كان داخل هذيك الغرفه ما سدش معاه الباب، فقط غير الضوء وما سدوش بالساروت. ودابا فاش بغى يخرج منه لقى الباب مسدود بحال اللي شي حد سدو من برا. وهنايا بدا الضوء كيقرب منه بشويه وعينيه كيبانو كيلمعوا في الظلام ديال الغرفه. سعيد بدا كيغوت بواحد الصوت اللي عالي بزاف، ولكن الصوت ديالو ما كانش كيخرج لبرا، كلشي كان مغلف في صمت مرعب. في واحد اللحظه الضوء اختفى بواحد الطريقه اللي غامضه، وباب الغرفه تفتح بوحدو بحال اللي ما عمرو تسد. وسعيد خرج كيجري وهبط للدار وهو كيترعب. من ديك اللحظه سعيد ما بقاش عنده الجرأه انه يرجع لهذيك الغرفه مازال، ولكن من ديك النهار بداو كوابيس كتولي اكثر سوءا. العائلة ديالو لاحظت التغير اللي وقع عليه من بعد ما مشى لديك الغرفة. بدات الحوايج كتحرك بوحدها الدار، وشي حوايج اللي كيطيروا في الدار ماشي طبيعيه، والليالي اللي كانت كتكون كلها اصوات غريبه بزاف واصوات اللي ماشي ديال الانس، بحال اللي شي ارواح كتعيش وسط من هذيك الدار. سعيد قرر يحكي لعمي عبد السلام على اللي وقع عليه، ولكن عمي عبد السلام كان عارف ان هذيك القصه حقيقيه وواقعيه، وكان عارف ايضا القصه هذيك الدار كامله، ولكن ما كانش باغي يقول لي شي حاجه. قال لي بلا الغرفه ديال السطح عمرها كانت مشكوره، وان واحد الراقي جا عندهم من سنين وقال لهم ما يدخل حتى شي واحد لهذيك الدار او لهذيك الغرفه لانها خطره بزاف وسدوها باش ما يطرقوا حتى شي خطر. من ذاك النهار قرروا انهم يسدوا ديك الغرفه وما عاودوش يشيلوها مره وما يبقاوش يستعملوها مازال. ولكن القصه ديال سعيد بقات باكيه لانه كان عارف بلي هادشي اللي شافو ماشي مجرد كوابيس. بعض الناس في هاد القريه كيامنوا بلي الدار كلها مسكونه وماشي غير هذاك الغرفه اللي مسكونه، وكاينين شي حوايج اللي كبار واللي مخيبه وسط هذيك الدار اللي قديمه، يعني شي حوايج كثر من الجن كاين وسط من هذيك. ربما كانت هذه القصه هذه مجرد خيال للبعض، ولكن سعيد ما غاديش ينساها ابدا حيت هذاك الشيء اللي شافوه كان حقيقي. المهم نكون وصلنا لهذه القصه، نتمنى تكون عجبتكم هذه القصه. إلا عجبتكم ما تنساوش ديروا لايك واشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، ونتلاقاو في فيديو جديد.